بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. إنجيل هذا الصباح جزء من إصحاح 23 من إنجيل معلمنا ماري متى البشير، والأعداد من 14 ل 36. الجزء ده بيتقال عنه الويلات بتاعة الكتبة والفريسيين. المسيح وصفهم الكتبة والفريسيين بثلاث حاجات. أول حاجة قال عليهم قادة عميان. تاني حاجة قال عليهم حيات. ثالث حاجة أكتر كلمة كررت في هذا الجزء مرائين. ثلاث حاجات: قادة عميان. وليه قادة عميان؟ لأن هم المفروض إنه بيقودوا الناس للحق، والمفروض إن هم دارسي الشريعة ودارسي الناموس، وعارفين إن الناموس ده بيشاور على مجيء المسيح وبيشاور على مجيء المسيح. هم مش بيشوفوا ده خالص. هم بيقودوا الناس لإيه؟ بيقودوا الناس لإيه؟ بيقودوا الناس ليهم، مش للحق الإلهي. هم بيقودوا الناس ليهم، عايزين ناس يتبعوهم، الناس يمشوا وراهم. عشان كده أول لما الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وكل الطغمة ديت لقوا الناس ماشيين ورا المسيح، ولكونهم هم عميان، لكن لو هم مفتحين وشايفين فعلا أمر حقيقي إن هو المسيح ده هو المسيح المنتظر، كانوا فرحوا، لكن زعلوا واغتاظوا وتشاوروا كيف يقتلوه. قادة العميان. ما هو ملمح القائد الأعمى اللي بيشد الناس لنفسه، مش المسيح؟ ده قائد أعمى لا يرى. قائد الأعمى هو لا يرى الهدف، إنما يعظم الوسيلة، ويبقى عنده مهم قوي إنه يعني ينفذ الوصية بحرفية قاتلة بدون روح، فيعشروا السذاب والنعناع والسذب، وبعدين ويسيبوا الرحمة. قال لهم ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. قادة عميان لا يرون. من أسوأ الصفات أنه لا يرى، فأعمى يقود شعب هيهلك. تاني حاجة قال عليه المسيح الكتبة والفريسيين هما حيات، يعني فيهم مكر، فيهم خبث، يعني يقعدوا يفكروا بطريقة ملتوية. فكان كل هدفهم لما كانوا يعملوا كده مع المسيح ازاي يوقعوه، فيروحوا يسألوا أسئلة تبدو يعني ايه، يعني عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا، وانما عايزين يوقعوه. عملوا الحكايه دي مع المسيح مثلا مرتين. راحوا سألوا سؤال كأن الموضوع ببساطة، يعني احنا بنسأل، عايزين نتعلم، عايزين نعرف. هو المفروض احنا يعني الجزية لمن تعطى. يسألوه سؤال طبيعي. فالمسيح عالم خبثهم، قال لهم ائتوني بدينار. لمين الصورة ولمين الجزية؟ تعطى لقيصر، وما لله لله وما لقيصر لقيصر. مرة تانية راحوا قالوا له واحد متزوج وبعدين مراته ماتت عشان يقيم نسل، واحدة هو الراجل مات عشان تقيم نسل على اسم الراجل، فتتزوج التاني أخوه إلى 7. هم في السماء بقى دي هتبقى مرات مين؟ وعايزين يوقعوه. قالوا في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون. خبث. ايه ملامح الخبث؟ انك تلاقي واحد بيسأل سؤال بمكر مش بسيط، ما عندوش بساطة، لك فلان ده خبيث. ده الخبث ده بتاع الحياة، المكر ده بتاع الحياة. يعني يقول لك كلام ويقصد حاجة تانية.
يسأل سؤال عشان السؤال وراه سؤال تاني، مش صريح، مش بسيط خالص. الصفة الثالثة اللي هي الرياء. ما هو الرياء؟ أنك تظهر عكس ما تبطن. يعني الظاهر شيء والباطن شيء. تقابل شخص بابتسامة شديدة وانت جوه مش طايقه، ده اسمه رياء. والله لا يرى اللي بره، لا يرى اللي جوه، ما بيشوفش اللي بره، ده اسمه رياء. يقول لهم عاملين، بيشبههم المسيح، يقول لهم عاملين زي القبور اللي مبيضة من بره وحاجة شيك قوي ومحطوط لوح رخام ومش عارف ايه، وجوه عظام نتنة بتظهر عكس ما تبطن. 3 صفات كانوا في الكتبة والفريسيين. لا يرون، عميان، مش عميان الجسد إنما عميان الرؤية، عميان الروح. عندهم عمى، عندهم مكر وخبث، وعندهم رياء. احنا مالنا ومال الكتبة والفريسيين؟ يا خوفي نكون كده، يا خوفي نكون كده. تكون أما بتخش الكنيسة أنت وأنتي وأنا مش بشوف اللي على المذبح، مش شايف. وكل هاممني فقط إن أنا يعني إن أنا أتم القداس، لكن أنا جاي أستمتع بالمسيح اللي على المذبح. هو ده عيني مفتحة شايف. يعني مش المهم إزاي قضيته طقس، إنما أنا شفت، أنا استمتعت، أنا فرحت، أنا انبسطت. يعني ممكن حد يجي شوية متأخر القداس، كل اللي شغله إنه يعني بس إيه، يعني أنا جيت متأخر أبونا يحللني وخلاص. طب أوكي، أنت جيت متأخر، الحبة بقى اللي أنت عجيتهم وأنت متأخر بقى مركز. يعني واحد جه بعد الإنجيل ولا جه بعد العظة ولا جه بعد شوية، يعني أوكي، وهو بيتناول كل هم يقول لأبونا حللني يا جيت متأخر. طيب الله يحلك. طب أنت بقى الحبة اللي جيت حضرتهم بقى مركز، واخد بالك جيت قابلت المسيح اللي على المذبح، ولا بس عشان يبقى اسم حد يسألك أنت الأسبوع ده حضرت قداس؟ حضرت قداس واتناولت، وأنت جيت حضرت آخر 5 دقايق. هي قصة إن أنا يعني ده كده اسمه عمى، مش شايف. يعني لو إحنا شايفين وعينينا مفتوحة، مستحيل أخش بعد ما الملك دخل. وفي حد يقدر يخش بعد الملك، بعد ما الرئيس دخل الناس تخش؟ فعش، خلاص. احنا نروح وننتظر لمجيئه. احنا مش شايف، مش مهم يا عم، اصل احنا بنعمل علامة صح ان انا الاسبوع ده حضرت قداس وتناولت وخلاص. بعد يعني عدد مناولات، فجيت على المناولة وتناولت 7 مرات، تناولت 14 مرة في الاسبوع. المهم مش تناولت يعني خلاص تناول خلاص المهم يعني. طب انت شايف؟ طب انت بتستمتع؟ ده عمى. طب انت بتقرا الانجيل ليه؟ بقرا الانجيل عشان اخلصه، عشان تختمه يعني. انت بتختم الانجيل؟ ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم؟ ما تاكل الانجيل، ده رساله حيه. لا 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 خلاص، قالوا لي اخلص العادي الجديد، خلصت، وبعدين انا داخل مسابقه والمسابقه دي لازم احلها وخدت جايزه. ده عمى يا عم. مسابقه ايه؟ هو ربنا منتظر منك يسالك مرات ابراهيم اسمها ايه فتقول له ساره، يقول لك برافو برافو برافو؟ هو معمول الكتاب عشان مش امتحانات مرات اسحاق يبقى رفقه؟ هو معمول عشان كده يعني؟ مين الاسباط الاثنى عشر ايه بسمعهم برافو خد جايزه؟ ايه يا عم؟ دي حاجه طلعت من زمان عشان يشجعوا الناس يقروا الكتاب، انما نسينا نقول للناس ان من غير ما تاكل هتموت. الكتاب مش للمسابقات، الكتاب للاكل. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه ايه تخرج من فم الله. فانت بتاكل عشان تعيش، ولو ما اكلتش النهارده وبكره وبعد جالك وزال وبعد عنك مت. تقول لي بقى حل مسابقه وما حلش مسابقه وطلعت الاول وطلعت، وكنايس تتخانق طلعنا ازاي كنيستنا متميزه ازاي ما تطلعش الاول في الروحي؟ يا روحي مش ده،
مش ده الموضوع خالص. الموضوع انك تقرا عشان تاكل، ده اسمه ايه؟ عمى. اسمه عمى. فطلعنا اجيال بتوع مسابقات مش بتوع حياه، فده اسمه عمى. مين المسؤول عنه؟ كلنا مسؤولين عنه. احنا ركزنا قوي انك انت عشان الناس تقرا وتذاكر حلو، بس نسينا نقول لهم عشان تاكل. عشان تاكل. بقول لولد شاب جميل يعني، دايما يطلع في المسابقات الاول ومذاكر الكتاب، فبقول له بقول له تقرا الكتاب؟ قال لي لا، في الصيف بس عشان المسابقات. بس خلاص، وحجه بقى، والفرق يخطفوه لانه عنده معلومات. هو الكتاب لكده عمى. وانت بتحضر القداس عشان عمى. وانت بتقف تصلي، انت بتسبح ليه؟ عشان اشترك مع السمائين. لا لا لا، انا ما التسبيح ده ليه نظام معين بطريقه معينه. فخلي بالك لألا يكون احنا في عمى ومش دريانين. احترس من الخبث، بلاش خبث. خليك بسيط، خليك بسيطة، خليك حكيم مش خبيث. خليك حكيم مش خبيث. ايه اللي تقوله وايه اللي ما تقولوش، لكن بلاش خبث. بلاش تقول كلام يحمل معانين، بلاش تقول كلام متوارب. خليك صريح، خليك بسيط. وتالت نقطة، خلي بالك جواك يبقى زي براك. جواك زي براك. صلي النهارده وانت بتصلي في القداس، قول له يا رب افحص اعماقي، لألا يكون فيا عمى ومش شايف، لألا يكون فيا خبث ويعني مطنش، او لألا يكون فيا رياء. وقدم توبة وقول له يا رب سامحني وخليني أعيش بنقاوة وبساطة. ولإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.